الخوت والخواتات الاعزاء، بغيت نقول واحد النقطه مهمه قبل ما نبداو في القصه ديالنا، واللي هي ان هاد القصص حقيقيين ولكن راه ماشي ديالي انا، يعني ماشي انا اللي طراو لي هاد الاحداث هادو، وهذا الشيء كامل اللي كنعاود طرا لناس اخرين وانا غير كنعاودو بصيغه انا. وحاجه اخرى واللي هي ان هاد الشيء كامل راه كنقولوا في نهايه الفيديو ولكن ما كتوصلوش حتى تماك اصاحبي. فنتمنى تبقى تكمل الفيديوهات حتى للخير، حيت شحال من مره كنبغي نقول شي حوايج مهمين ولكن ما كنبغيش نخسر الجو ديال القصه، فكنخليها حتى كنسالي الفيديو عاد كنقولها. وحاجه اخرى ان هاد القصه هادي بلس 18 وفيها شي مصطلحات اللي تقدر ما تلائمش جميع الفئات العمريه. شكرا لك بزاف، وبلا ما نزيد ناخذ من وقتك اكثر يلا نبداو نيشان في القصه ديالنا. كنت كنبيع الاعضاء البشريه في الدارك ويب. لا ماشي داكشي اللي في بالك، انا ماشي قاتل ولا شي حاجه، انا غير خدام في واحد المشرحه كتمتلكها العائله ديالي، وهذه هي المشرحه الوحيده اللي كاينه في هذه المدينه الصغيره اللي كنعيش فيها، فكان من الضروري نكمل الخدمه فيها ونكبر المشروع ديال العائله. ولكن ماشي بوحدي اللي كنت خدام تماك، الوالد هو اول واحد كان خدام تماك وعلمني اي حاجه كتخص هذه الخدمه هذه. ويلا انا صراحه ما كانتش كتعجبني بزاف، وكنت كنقلب غير على شي طريقه نخرج من هذه المدينه هذه ومن هذه الخدمه اخيرا. وفعلا درت السباب كليه الطب اللي بعيده على المدينه ديالي ومشيت كنقرا تماك. كنت غادي مزيان وكنجيب معدلات مزيانين وكان عندي مستقبل مشرق انني نكون طبيب، وهذا الشيء بشهاده الجميع اللي اعترفوا بالمهارات ديالي، بحال تخلقت باش نكون طبيب. ولكن للاسف واحد النهار غادي توصلني واحد المكالمه من عند الوالده وقالت لي باللي باباك راه مات بسكته قلبيه، وكان خصني ضروري نرجع للمدينه اللي كنت فيها حيت انا هو الوريث الوحيد لديك المشرحه. وفي الوصيه ديال بابا كان كاتب فيها باللي انا هو الشخص اللي بغاني نشرح ليه الجسد ديالو ونوجدو من اجل انه يتدفن. فبديت الخدمه ودخلت الجسد ديالو لداخل المشرحه، وبديت اول حاجه كنزد ليه في عينيه، ومن موراها فرغت الجسد ديالو كامل من الدم وليت حطيته في واحد الصندوق اللي غادي يتدفن به وسالات الجنازه. ما كنتش قادر نرجع لكليه الطب حيت الوالد اللي كان كيخلص عليا مات دابا وما كاين حتى شي حد اللي غادي يعاونني في المصاريف، فاضطريت انني نبقى جالس خدام في ديك المشرحه باش نخلص داكشي اللي كان مجموع عليا قبل. ولكن المشروع كان عيان شويه حيت كيف ما كنت قلت لكم المدينه صغيره، ولا بقيت غادي على هذا المعدل فراه ما غادي نجي نسالي داك القرض اللي عليا حتى غنموت بحالي بحال الوالد. فكان خاصني ضروري نفكر في شي عمل جانبي اللي نديرو ويدخل لي الفلوس حتى هو، وبلا ما تحكم عليا راه ما كان عندي حتى شي اختيار اخر. الخبره اللي كنت جمعتها من كليه الطب اللي كنت فيها ومن داكشي اللي كيعلمني الوالد مكناتني انني نستخرج الاعضاء من الجسد بشكل احترافي، ومن بعد كنغطي الجرح بواحد الشكل اللي ما يقدر حتى شي واحد يلاحظه. اما الا كانت البلاصه كتبان خاويه فكنحاول نعمرها بشي حاجه قبل ما نسد الجرح، حيت اصلا هاد الجثث غادي يتدفنوا من تحت الارض وما كاينش اللي غادي يولي يشوفهم من بعد. العائله ديال الميت ديما كيشكروني على العمل ديالي ولكن ما عارفينش باللي اللور عندي ثلاجه عامره بالاعضاء ديال الشخص اللي مات ليهم. ولكن كانت عندي واحد الطريقه ديال التفكير مختلفه، كنت كنفكر بما انهم ما عارفينش فراه كلشي هو هذاك وما غادي يضرهم بوالو. وباش نقول لكم واحد الحاجه وتيقوني حيت انا كنت خدام في واحد الطبيب من قبل، واللي هي انه كميه الاعضاء اللي كتدفن مع الموتى راه لا تقدر بثمن، والناس اللي كيكونوا ناعسين في المستشفى كيكونوا محتاجين لهاد الاعضاء بشكل كبير، وشي مرات كتكون مساله حياه او موت. فعلاش غادي نشدوا هاد الاعضاء وندفنوهم غير هكاك وصافي علما انهم يقدروا ينقذوا الحياه ديال شي شخص اخر؟ كنت كنفكر بحال هكا. ولكن في الحقيقه ماشي كنت كنبيع الاعضاء باش ننقذ ناس اخرين، ولكن كنت كنبيعهم فقط حيت كناخذ مقابل ديالهم فلوس. اما شنو كانوا كيديروا بها دوك الناس اللي كنبيعها لهم صراحه ما كانش كيهمني بزاف، حيت بنادم اللي غادي يشري اعضاء باش ينقذ حياته ولا حياه شخص اخر ما غاديش يدخل يقلب عليهم في الدارك ويب او لا. وكنت كنركز بزاف على انني ما نسولش الكليان اللي كيتقداو مني شنو كيديروا بدوك الاعضاء اللي كنوفرها لهم، وهذا هو السيستم اللي كنت خدام به، وخاصه مع واحد الزبون اللي كان كيشري مني ديما. نعطيو له الزبون هذا سميه ونقولوا ليه مثلا توم. لقيت توم اول مره فاش يلاه بديت هذا البيزنس ديال بيع الاعضاء في الدارك ويب. كان عندي واحد الموقع صغير في الدارك ويب وتما كنت كنحط فيه الاعضاء اللي عندي للبيع، وفي كل مره كنحيد عضو جديد يمشي جثه كنليستيه في السيت ديالي وكندير ليه واحد السعر معين وكنخلي الناس يتزايدوا عليه، واللي خلص كثر هو اللي كيديه في الاخر. ومن بعد ما كنبيع وكيوصلوني الفلوس بالبيتكوين كنحط داك العضو اللي تباع في تليجه صغيره وكنمشي نحطه في واحد البلاصه. من بعد كنصيفط العنوان ديال ديك البلاصه للشخص اللي شرا باش يجي يدير العضو ديالو اللي شراه، وكنمشي وكنقلع بالطوموبيله باش ما تعرفش الهويه ديالي كاع. وهكا كندير خدمتي. توم كان اكثر واحد كيشري من الموقع ديالي لدرجه حفظت سميتو اصاحبي بقوه ما كل مره كنشوفه، واي عضو حطيته كنكون متوقع باللي توم هو اللي غادي يعطي اعلى سعر وغادي يديه في الاخر. واخا كيكون شي حد اخر حاط سعر اللي خيالي ولكن كيجي توم وكيحطم اكثر منه. وفاش لاحظت هذا الشيء هذا اول مره في حياتي غادي نسول واحد السؤال، واللي هو ملي كيجيب هاد خونا هاد الفلوس
كامله باش يشري هاد الاعضاء، او لا الاهم من هذا الشيء كامل واللي هو شنو كيدير بهم. واحد النهار حطيت واحد المجموعه ديال الاعضاء للبيع على الموقع ديالي، كان قلب وريه وكلوه وكبده، وديك الكبده كانت مضروره شي شويه ولكن ماشي مشكل، توم كيشري كلشي. وفعلا توم شراهم كاملين في حدود يوم واحد فقط، وباقي عاقل هذا النهار كان اكثر نهار غندخل فيه هذه الكميه ديال الفلوس في يوم واحد فقط. نقدر نقول لك وليت غني كاع. ولكن المشكله هنا انه دابا خاصني نهزهم كاملين في ثلاجه وحده والوزن ديالهم ثقيل. شديتها خرجتها من المشرحه واخا بانت مشبوهه شي شويه بالنسبه للناس، وحطيتها في الطوموبيل ديالي اللور، وبقيت غادي باش نحطهم في البلاصه اللي متفقين عليها. ما كنتش مستريسي حيت هز معايا عدد كبير من الاعضاء في دقه واحده، حيت شحال من مره بعت لتوم وكلشي داز مزيان. ولكن هذه المره ما كنتش ملاحظ الطوموبيل الكحله اللي كانت تابعه لي من اللور، حتى خرجت للنواحي ديال المدينه فين ما كاين حتى شي واحد. يعني حتى فات الاوان غير شفت ديك الطوموبيل تابعاني قلبي بدا كيضرب بسرعه. كنت ديما حاسس باللي هذا النهار غادي يجي. كان كيسحب لي النوب الاولى باللي هادو غير البوليس اخيرا اكتشفوا العمل ديالي اللي كنت كنديرو ودابا تابعيني باش يشدوني. من بعد كالميت راسي وقلت بلاتي ما نخافش دابا، خلي حتى نتاكد واش هاد الطوموبيل بصح تابعاني ولا غير مصادفه وصافي. وهاد الطوموبيل اصلا غادا في نفس الاتجاه اللي غادي ليه انا. حبست الطوموبيل ديالي في جنب الطريق ودرت راسي كنهضر في التليفون باش الطوموبيل اللي مورايا تفوتني. ولكن هادشي اللي غادي يطرا دابا خلى قلبي ينقز حتى لحلقي من قوه الرعب اللي طرا. ديك السياره جات ووقفات حدايا، صافي قلت هذه هي، هنا غادي تكون النهايه ديالي وغادي ندوز حياتي كامله في الحبس. الشخص اللي وقف حدايا نزل الجاج ديالو، ولداخل كاين واحد الراجل اللي كنت كنظنو بالولا راه عادي وتكون عنده شي 45 عام هكاك، وكان لابس واحد القميجه بيضاء. انا درت راسي ما دايهاش فيه وباللي مازال كنهضر في التليفون ديالي شويه وهي توصلني واحد الرساله في التليفون. حيدتو من ودني وقربتو ليا باش نشوف شنو جاني، وانا لقاها رساله من عند توم وقال لي فيها شوف شكون اللي كاين حداك. وهنا استوعبت باللي هذا الشخص اللي كان تابعني هو الشخص اللي كان كيشري مني ديما توم. في هذه اللحظه ارتحيت شويه حيت ما كانوش البوليس، ولكن في نفس الوقت ما كنتش باغي نبين وجهي للناس اللي كنت بايع معاهم، وخاصه في الدارك ويب، وخاصه لشي واحد اللي كيشري الاعضاء. ما درت حتى شي حركه، ما حليت لا باب لا والو، حتى الزاج ما هبطتوش، وبقيت كنهضر معاه غير عن طريق الرسائل. قلت ليه واش بصح انت هو الشخص اللي في السياره حدايا؟ وقال لي انا هو هذاك، وبط الزاج باش نقدروا نهضروا انا وياك. ما وافقتش وقلت ليه لا، راه نقدروا نهضروا في اي حاجه بغيتيها عبر الرسائل. وايضا سولته على كيفاش حتى عرف البلاصه ديالي وبقى متبعني. غير وصلوا الميساج ديالي سمعتو كيضحك في الطوموبيل ديالو وقال لي عندي طرق الخاصه بي. سولني على منين كنجيب الاعضاء اللي كنبيع، جاوبته وقلت ليه هادشي راه ما عندك حتى شي سوق فيه، وحتى انا عندي الطرق ديالي. بقى ساكت وكيشوف فيا من الجاج لواحد المده. هو يصيفط لي عاوتاني وقال لي واش نقدر نكون معاك فاش كتكون كتستخرج الاعضاء من الجسد. انا استغربت وقلت وات. سولته وقلت له علاش بغيتي دير هادشي، والجواب ديالو ما عمري غادي ننساه ليومنا هذا. قال لي كنت ديما كنبغي نقاد الساشيمي، وهاد الساشيمي هي واحد الاكله يابانيه اللي كيكون فيها اللحم خضر. وقال لي باش نقدر نصايب هاد الاكله كيخصني اللحم يكون فريش ويلاه تحيد. وهنا ضربتني الصاعقه حيت استوعبت باللي كاع هاد الوقت اللي كان كيشري الاعضاء مني كان كيشريهم بغرض انه ياكلهم. فاش دورت وجهي باش نشوفو من الزاج ديال الطوموبيل لقيتو كيشوف فيا حتى هو ودير واحد الضحكه مخيفه وعينيه حمر وسنانو اللي مخربين كله. ديماريت الطوموبيل وهربت باقصى سرعه قدرت عليها، وايضا هرست تليفوني ولحتو في الزبل ديك الساعه. فاش كنت خدام هاد الخدمه كنت ديما حاسس باللي كاينين شي وحدين اللي غيشريو مني الاعضاء ويقدروا يكونوا كياكلوهم، حيت راه اصلا كاينين بزاف ديال الناس المرض في هاد الدارك ويب. ولكن الصاد راه كاين فرق ما بين غير تعرف باللي راه كاينين الناس كياكلوا الاعضاء د البشر وما بين انك تلاقى واحد منهم وجه لوجه. حبست الخدمه ديالي وما بقيتش كنبيع الاعضاء في الدارك ويب كاع، وليت غير كنصح الناس اللي ماتوا لهم الاحباء ديالهم انهم يتبرعوا بالاعضاء المهمين لشي مستشفى وصافي. ممكن هكا نقدر نكفر على كاع داكشي المقرف اللي كنت كندير قبل في الدارك ويب. اصاحبي حتى تنقول صافي هذه اغرب قصه سمعتها على الدارك ويب، ولكن كنقرا شي وحده اخرى كتقول لي مازال ما شفتي والو. هذا غيكون هو ثالث فيديو ولا ثالث قصه عاودتها في هاد لاشين اللي متعلقين بالديب ويب، وغتلقاهم كاملين في البلاي ليست اللي سميتها الديب ويب في القناه ديالي. ما عرفتش واش نزيد نكمل فيهم ولا لا، بغيت حتى نشوف الراي ديالكم هو الاول حيت كيهمني بزاف. كنت كندور في الايميل ديالي باش نشوف الا كاين شي سبونسور ولا شي حاجه، بطبيعه الحال ما كاين والو، ولكن لقيت واحد الدري اللي مقترح عليا واحد الفكره، واللي هو واحد الهاكر اللي تسبب في انقطاع الكهرباء على امريكا كامله بسبب لعبه ماينكرافت. تصور معايا قول لي شنو بان لك في هذه الفكره هذه، واش نديروها ولا لا. وقلبت شويه في هذا الموضوع ولقيت باللي فيه ما يتقال صراحه ومثير للاهتمام. شكرا لك حيت كتوصل حتى لهنا، كنقدر هذا الشيء بزاف، وايضا كيعاون الفيديو باش يوصل للناس اخرين. خلي واحد لايك واشتراك في القناه راه فابور وتقدر تحيدها في ما بغيتي، وايضا سير تشوف فيديوهات اللي فاتوا الا كنتي مازال ما شفتيهمش. سخفت كان معكم بلا كنت تشوفوا فيديو جديد وبيس.